انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 2-1 على الاتحاد السكندري. كانت مباراة قوية وكانت في غاية الأهمية للنادي الأهلي، وكده النادي الأهلي بيتصدر الدوري المصري فارقا نادي الزمالك والمصري البورسعيدي ب3 نقاط ومتساويا معهم في المباريات. طبعا الهدف الأول بيحرزه بن شرقي، هدف عالمي الماستر، وبن شرقي لاعب تاريخي ولاعب كبير جدا جدا. والهدف الثاني بيحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء. النادي الأهلي عمل مباراة قوية جدا جدا، وترب هذا مدرب ناجح، إن شاء الله هيكون مدرب ناجح مع النادي الأهلي نظرا للمباراه اللي بيعملها والفوز اللي بيعمله. دي تاني مباراه ليه مع النادي الاهلي بيفوز فيها على الاتحاد السكندري، المباراه الاولى في دوري ابطال افريقيا بيفوز فيها، والمباراه الثانيه امام النادي الاهلي بيفوز فيها. يسرب مدرب ناجح ومدرب قوي وعمل اداء حلو جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي الصداره، وهارد لك للاتحاد السكندري. خلينا نروح سريعا على تقييم هذه المباراه، لكن قبل ما نروح على التقييم اعمل لي اشتراك ولايك وما تنساش تفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت حلو كده منك. اولا هنروح على التشكيله. طبعا يستروب لعب بالتشكيله اللي انا كنت قلت عليها، لو انت متابعنا هتعرف وهتشوف الفيديو بتاعي انا كنت قلت على التشكيله ديت. هنبدا الاول نقيم اللعيبه ديت ونقيم الاداء الكبير اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه. اولا هنبدا بحراسه المرمى للكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي بيعمل مباراه كبيره جدا جدا، وبيعمل مباراه 10 على 10، بيقدر يتفاعل وبيقدر يسدد كور كتير ويصد كور كتير جدا جدا للاتحاد السكندري، وكور خطيره، صد اكتر من كره خطيره للاتحاد السكندري. محمد الشناوي لاعب كبير ويستحق في هذه المباراه 8 من 10. اما بالنسبه للبيك ليفت احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا طبعا احمد نبيل كوكا لاعب حلو، لكن بسبب الطرد اللي احمد نبيل كوكا حصل عليه في الدقيقه 51 من المباراه، طبعا دي اداء سيء جدا جدا من كوكا انه انطرد في مباراه زي ديت، لان كوكا مش لاعب صغير عشان ينطرد في المباراه. فنظرا للطرد اللي كوكا بيحصل عليه، فكوكا هياخد 6 من 10، 6 من 10، ومحدش يتكلم معايا في حاجه زي ديت عشان كوكا بسبب الطرد. انا هعطيله 6 من 10 بسبب الطرد اللي هو حصل عليه. وبالنسبه للباك يمين العالمي والمايسترو محمد هاني، محمد هاني اللاعب الجميل، اللاعب الممتع، اللاعب الجهه اليمنى الكبيره للنادي الاهلي. التناغم اللي بينه وبين زيزو تناغم مش طبيعي، اللي بيعمله محمد هاني هو وزيزو تناغم مش طبيعي جدا، وكمان معاهم محمد علي بن رمضان تناغم كبير جدا جدا. فمحمد هاني يستحق في هذه المباراه 7 من 10. وثنائي الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسر ابراهيم بيعمل مباراه قويه جدا جدا، فياسر ابراهيم انا هعطي له 8 من 10. وبالنسبه لياسين مرعي للاداء اللي هو عمله هياخد 7 من 10. بالنسبه لنص الملعب، نص الملعب كان بيلعب فيه عندنا مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. خلينا في مروان عطيه. مروان عطيه لاعب مهم ولاعب كبير جدا جدا وبيفرق مع النادي الاهلي. مروان عطيه انا هعطي له 7 من 10. ومحمد علي بن رمضان العجيب الجميل التونسي العالمي اللي وضع رجله في النادي الاهلي واخد مكان كبير جدا جدا في النادي الاهلي، محدش يقدر يدخل مكانه، هديله 8 من 10. تعالوا بقى نروح على الهجوم. الهجوم كان بيلعب عندنا في الجهه اليمنى احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو الجناح اليمين اللي يخص النادي الاهلي، لاعب كبير يا جماعه ولاعب مهم جدا جدا وبيأثر مع النادي الاهلي ويفرق مع النادي الاهلي، فيه تناغم كبير بينه وبين نص الملعب بتاع النادي الاهلي. احمد سيد زيزو لاعب كبير، واحمد سيد زيزو اكتر لاعب لعب في هذه المباراه. احمد سيد زيزو بيسجل هدف وبيصنع هدف، هو اللي بيصنع هدف بن شرقي وبيسجل ركله الجزاء وبيسجلها هدف عالمي. احمد سيد زيزو يستحق في هذه المباراه 9 من 10 نظرا لهذا الاداء اللي عمله، يستحق 9 من 10 في هذه المباراه. وبالنسبه بقى للجهه اليسرى عندنا بن شرقي الماسترو بن شرقي. بن شرقي بيعمل مباراه عالميه وبيعمل اداء تاريخي في هذه المباراه، فبن شرقي الوحيد اللي في النادي الاهلي في هذه المباراه اللي يستحق ياخد 10 من 10. ولا ايه رايكم انتوا؟ برضه اكتبوا لي في التعليقات برضه رايكم. بس بن شرقي انا من وجهه نظري انا يستحق 10 من 10 نظرا للاداء اللي بيعمله والهدف الجميل اللي بيسجله واللمسات الجميله اللي بيعملها مع النادي الاهلي في هذه المباراه، فهو يستحق 10 من 10 بن شرقي. ولو حد عنده اعتراض يكتب لي في التعليقات ونتفاهم مع بعض ونشوف الحوار ده. اما بالنسبه بقى اللي كان بيلعب تحت الهجوم الجميل والسريع والمهاري محمود حسن تريزيجيه، اللي شايل ضغط النادي الاهلي على دماغه وشايل هم النادي الاهلي على دماغه، فمحمود حسن تريزيجيه يستحق 8 من 10 في هذه المباراه. تريزيجيه لاعب سريع جدا جدا ولاعب يعني هو سد التسديده، لو كانت اجت هدف كان هيكون هدف عالمي اللي بيسجلها تريزيجيه، لكن للاسف بتيجي في العارضه. لكن تريزيجيه يستحق 8 من 10. اما بالنسبه لجراديشار انا هديله 5 من 10. وما تقوليش ليه، لان جراديشار مستواه سيء
حرفيا ده مش ينفع يكون مهاجم للنادي الاهلي، فانا هديله 5/10 بس. ولو اي حد عنده اعتراض يقول لي، لان جراديشار ده مش مستوى مهاجم يكون موجود في النادي الاهلي. طبعا بالنسبه للتغييرات اللي نزلت فاحنا مش هنقيم التغييرات ديت، انا هسيبها لكم انتوا تقيموا التغييرات في التعليقات. اما بالنسبه بقى ليستروب، الجماهير رحبت به ترحيب مهم جدا جدا، واول مره يلتقي بجمهور النادي الاهلي اللي هي كانت النهارده في مباراه الاتحاد السكندري. الجمهور رحب به ترحيب مهم جدا جدا، وده قدامكم في صور الترحيب اللي الجماهير بيرحبوا به، وده امامكم في صور الترحيب اللي الجماهير بتقدمه لتروب. ترحيب مهم جدا جدا. تروب بدا يظهر شخصيته، بدا يسيطر في النادي، بدا يكون له مكان موجود. النادي الاهلي لازم يحصل على البطولات عشان النادي الاهلي لاول مره، انت متخيل معايا يا صديقي الغالي بتشاهدني، النادي الاهلي لاول مره منذ 8 سنوات لم يترشح انه يكون افضل نادي في افريقيا. فدي مشكله كبيره جدا جدا، وده بسبب ايه؟ بسبب النادي الاهلي ما حصلش على بطوله افريقيا اللي بيراميدز حصل عليها. فالنادي الاهلي عنده تاخر كبير جدا جدا بالنسبه لبطوله افريقيا دي، يعني هو ضيعها سنه واحده بس. انت متخيل معايا ان الاهلي ضيعها سنه واحده ما ترشحش انه يكون افضل نادي في افريقيا؟ فدي مشكله كبيره جدا جدا. فان شاء الله تروب بيقدر يعالج الحته ديت، ونفوز بدوري ابطال افريقيا لهذا العام، ونفوز بالسوبر الافريقي، ونعمل اداء حلو جدا جدا في كاس العالم للانديه وفي الانتركونتيننتال. تروب مدرب كبير ومدرب عارف اللعيبه وعارف اداء النادي الاهلي وعرف جماهير النادي الاهلي ودرس النادي الاهلي. فتروب هيعمل ان شاء الله اداء مهم جدا جدا مع النادي الاهلي، وهنفوز بدوري ابطال افريقيا. محتاجين الحاجه دي جدا. بالنسبه بقى لامام عاشور، فامام عاشور والله امام عاشور يعني بعيدا عن انتمائي للاهلي او للزمالك او لكره القدم اساسا، فامام عاشور لاعب، يعني هو لاعب جميل، لاعب بيلعب باخلاص وبحب النادي الاهلي. فامام عاشور يعني هو تقريبا حوالي شهرين دلوقتي امام عاشور اتصاب في كتفه، وبعد كده جاله الفيروس ده مأثر عليه جدا جدا. يعني امام عاشور كان فاته بيلعب من زمان، لكن الفيروس ده قعده فتره كبيره جدا، ولحد الان امام عاشور يعني المرض عنده مش مستقر، الفيروس مره يزيد ومره يعلى. فهو كده مش هيشارك مباراه السوبر المصري. امام عاشور مش هيشارك مباراه السوبر المصري بسبب هذا الفيروس اللعين اللي اصاب به. يلا الحمد لله اللي حصل له، لكن هو ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى، وده نصيب انه يحصل له كده. لكن امام عاشور مهم جدا جدا وبيحب النادي الاهلي وبيلعب باخلاص مع النادي الاهلي، فالفيروس ده مأثر معاه شويه، لكن ان شاء الله هيعود النادي الاهلي في اقرب وقت. تقريبا هيعود بعد السوبر المصري، يعني هو ممكن يكون موجود في السوبر المصري لكن مش هيقدر يلعب يعني لو كان موجود، لكن التقارير الطبيه حاليا بتقول انه مش هيكون موجود في السوبر المصري. اما بقى بالنسبه لعمك تروب وبالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي يقدم مباراه مهمه جدا. كانت المباراه ديت في غايه الاهميه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيصعد الى الصداره منذ بدايه الدوري لحد الان. اول مره النادي الاهلي يصعد الى صداره الدوري المصري بعد الفوز النهارده على الاتحاد السكندري، وكده النادي الاهلي متساوي في المباريات مع الزمالك ومع المصري البورسعيدي، ولكن فريقهم بالنقاط ب3 نقاط، وده رقم كبير جدا جدا اللي بيحصل عليه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عمل مباراه مهمه، وتروب بدا يحط رجله في النادي الاهلي، تروب بدا يثبت تواجده في النادي الاهلي. طبعا تروب يعني هو لعب مباراتين مع النادي الاهلي، مباراه في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، ومباراه في الدوري المصري اللي هي امام الاتحاد السكندري اليوم. والحمد لله بيقدر يفوز في جزء المباريات وبيقدر يفوز في المباراتين. فيعني تروب مدرب كويس، يعني هو بدايته بدايه مبشره جدا جدا مع النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي النهارده الفوز، هارد لك للاتحاد السكندري. طبعا لعيبه النادي الاهلي لعيبه مجتهده ولاعيبه كبيره، وتروب مدرب كبير بيعملوا اداء حلو جدا جدا في هذه المباراه. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للاتحاد السكندري. الاهلي كده يتصدر الدوري المصري فارقا الزمالك والمصري البورسعيدي ب3 نقاط ومتساويا معهم في المباريات. مبروك للنادي الاهلي، وكان معكم السيد ابراهيم في كوره مع السيد. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس.